تعد اختصارات لوحة المفاتيح لإدارة الملفات أداة فعالة لتوفير الوقت وتسهيل المهام اليومية. في هذه الحلقة نسلط الضوء على أهم الاختصارات التي يجب على كل مستخدم معرفتها. تابع معنا لتكتشف كيف يمكن لبضع نقرات بسيطة أن تعزز من سرعتك وتوفر وقتك. أول أمر معانا هو كنترول سي. كنترول سي هو أمر بيستخدم لنسخ الملفات أو نسخ النصوص أو نسخ أي حاجة من جهاز الكمبيوتر، سواء كنت بتستخدم الوورد أو الإكسل أو أي حاجة عامة أو أي ملف حابب إنك تنسخه. بدل ما تضغط كليك يمين وتضغط على كوبي، تضغط على كنترول سي، هيعمل لك نسخ للملف ده، أو الكمبيوتر هياخد أمر بنسخ الملف ده يعني على النيو فولدر الموجود قدامنا ده. لو حابين إننا نعمل له نسخ نضغط عليه ونضغط على كنترول سي، يعمل لنا نسخ للملف ده، نقدر نعمل له لصق في اي مكان تاني. هوريكم دلوقتي ازاي. الامر التاني وهو اننا نعمل قص للملف او النص او اي حاجه من على جهاز الكمبيوتر عشان ننقلها لمكان تاني. يعني بمعنى عام هننقل الحاجه دي في مكان تاني خالص. لو خلينا مثلا على النيو فولدر اللي موجود قدامنا ده، هنضغط على كنترول اكس كده، هو بهت ان هو خد امر كده باننا هننقله لمكان تاني. او حتى لو كان مثلا نص من النصوص، هنضغط على كنترول اكس كده، هو عمل لنا قص للنص ده، نقدر ان نعمل له لصق في اي مكان تاني. نيجي للامر اللي بعد كده اللي هو امر اللصق. ازاي نعمل لصق للملف او للنص اللي احنا عملنا له نسخ او قص ده؟ هنيجي مثلا في النيو فولدر ده، نضغط على كنترول في، هتعمل لنا لصق للملف الملف اللي احنا عملنا له قص وعملنا له نسخ، ايا كان الامر اللي احنا اديناه له. هنيجي بعد كده في النصوص نفس الكلام برضو، كنترول في هيعمل لصق للنص اللي احنا عملنا له نسخ او قص. اما بالنسبه لو عملت حاجه في الاكسل، في الوورد، في اي حاجه على جهاز الكمبيوتر، عملت حاجه وحابب انك تتراجع عنها، هتضغط على كنترول زد. كنترول زد بيخليك تتراجع عن اخر خطوه او اخر امر اديته للجهاز او اخر تعديل عملته على الجهاز في اي حاجه ايا كانت. طيب حابب ترجع الحاجه دي تاني او حابب ترجع الامر اللي انت تراجعت عنه، هتضغط على كنترول واي. كنترول واي هتعمل لك اعاده للامر اللي انت تراجعت عنه او الامر اللي انت لغيته. اما لو في نص او ملفات حابب انك تحدد النص اللي موجود قدامك ده كله، او حابب انك تحدد الملفات اللي موجوده في فولدر معين علشان تعمل لها كلها نسخ او لصق او تنقلها لمكان تاني، تضغط على كنترول A. بالنسبه لانك لو حابب تتنقل ما بين النوافذ، لو انت فاتح كذا برنامج او فتح الملفات وفتح المتصفح وفتح برامج تانية وحابب تتنقل ما بينهم بكل سهولة، بدل ما تحرك الماوس وتختار من الشريط من تحت البرنامج اللي انت عايزه، وتقدر بكل سهولة تضغط على Alt وتفضل ضاغط على Alt، ما تشيلش ايدك وتضغط ضغطة واحدة على تاب. بعد كده هيجيب لك النوافذ اللي مفتوحة قدامك، تقدر انك تنتقل ما بين النوافذ دي وانت لسه ضاغط على Alt، عشان لو شلت ايدك من على Alt هتختفي النوافذ من قدامك. هتفضل ضاغط على Alt وتضغط على تاب، ضغطة واحدة هتظهر النوافذ. بعد كده كل ضغطة هتنقلك للنافذة اللي بعدها، وبعد كده تيجي مثلا على النافذة اللي انت حابب تسيبها او اللي انت حابب تنتقل ليها وتسيبها مفتوحة، هتشيل ايدك من على Alt ومن على تاب، هتلاقيه نقلك للنافذة اللي انت محتاج انك تنتقل ليها بكل سهولة. بالنسبة لو في نافذة مفتوحة قدامك، او مثلا فتح الملفات او فتح لعبة او فتح اي حاجة وحابب انك تقفلها بكل سهولة، من خلال Alt و F4 هتقفل النافذة اللي انت شغال عليها او اللعبة او اي حاجة او البرنامج او اي حاجة انت شغال عليها عامة. لو حابب نفتح نافذة جديدة، هضغط على كنترول ان. لو فاتح انا مثلا اي نافذة ايا كانت زي النافذة دي، هضغط على كنترول ان. يعني لو فاتح مثلا مكان معين في ملفات وحابب افتح نافذة جديدة علشان انقل الملفات مثلا من هنا لهنا بسرعة او اجيب حاجة من هنا لهنا، هضغط على كنترول ان. او لو انا على سطح المكتب وحابب ان افتح الملفات، ممكن برضو اضغط على كنترول ان. ده اختصار معانا وهو انشاء مجلد جديد من خلال كنترول شيفت ان. هضغط على كنترول شيفت ان مع بعض، هيعمل لي فولدر جديد. بدل ما اضغط كليك يمين واختار نيو وبعد كده نيو فولدر، لا، كنترول شيفت ان هيعمل لي نيو فولدر بكل سهوله. لو حابب نعرف خصائص الملف ده او مساحه الملف ده، اي ملف ايا كان، بدل ما لسه اضغط كليك يمين واضغط على بريبوريتيز، هحدد الملف ده واضغط على الملف ده واضغط على الت انتر، هيفتح لي خصائص الملف ده اللي من خلالها اعرف بيانات الملف ده او مساحه الملف ده. اخر امر معانا، لو في ملف مثلا معين حابب انك تحذفه نهائيا من على جهازك، ما يفضلش موجود على جهازك، ما يفضلش حتى في سله المهملات، هتضغط على الملف وتضغط على شيفت وديليت، وهتمسح الملف ده نهائيا من على جهازك، مش هيكون موجود في الريسايكل بين، ولا هتقدر انك ترجعه مرة تانية. كانت هذه نظرة سريعة على أبرز اختصارات إدارة الملفات، وفي الحلقة القادمة سنتناول اختصارات التنقل السريع داخل النظام، أدوات بسيطة لكن تأثيرها كبير في تسريع تجربتك مع الحاسوب. لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات ليصلك كل جديد. شكرا لمتابعتكم،
ونلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله.